بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل أكتوبر ريفيجن مراجعة على امتحانك بتاع شهر أكتوبر. الامتحان بتاع شهر أكتوبر هيجيلك على لسون 1 ولسون 2 ونص لسون 3، يعني هو مش هيجيلك لسون 3 كامل، بس احنا هنعمل ريفيجن على لسون 3 كامل إن شاء الله. بتاع النهاردة هعمل لك ريفيجن على أول 3 ليسونز عليك في المنهج. حلو جدا. طيب تعالوا يلا نبدأ في حل أسئلة الجوز. طبعا هي الحصة تبقى حل وشرح في نفس الوقت. هحل لك السؤال وأحاول أراجع لك على الجزئية بتاعته في المنهج بتاعك. تمام. طيب يلا بسم الله كده. ال air and water are similar in that they pass. ال air وال water متشابهين في إيه؟ can be seen. لا، ال air can't be seen. have mass. أيوة فعلا have mass، لأن ال air وال water يعتبروا matter، وال matter هي anything have mass and occupy space، يعني have volume. فالاير ماتر والووتر ماتر، طالما الاتنين ماتر يبقى ليهم ماس وفوليوم، فهو انا جايب لك ان هما have mass. طيب لكن have fixed shape لا، لان الاير doesn't have fixed volume، ولا الاير ولا الووتر حتى have fixed volume لا طبعا. الووتر عندها fixed volume لكن الاير doesn't have fixed volume. طيب نكمل يلا السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك which of the following materials are fluids. الفلويدز دي هي ال ability to flow، قابلية الماتيريال انها تتدفق. اللي بيحصل له flow ability هما حاجتين، الجازز والليكويدز. فانا عايز اختار حاجه جاز وليكويد. طبعا السوليدز لا، السوليد السوليدز doesn't have the ability to flow، فالسوليد doesn't considered as fluids. fluids دي اللي هي المواقع، الليكويد والجازز بس. طيب كذلك برضو عشان الماتيريالز تبقى fluids، قلنا لازم يكون عندها ability to flow and take the shape of the container، تاخد شكل الإناء برضو. طيب فانا عايز حاجه تعتبر ليكويد وجاز ما تعتبرش سوليد. الايس سوليد لا، الاويل والايرون لا، ايرون ووتر فيبر برضه لا، لكن ووتر فيبر وليكويد ووتر دول يعتبروا فلويدز لان هم have the ability to flow، وفي نفس الوقت take the shape of the container. liquid والجاز، الليكويد والجاز هم take the shape of the container. طيب which of the following has definite shape. السوليدز بس هي اللي بيكون عندها definite shape، لكن الليكويد والجازز لا، doesn't have definite shape. فهنا الاير لا جاز، اويل ليكويد لا، الووتر ليكويد برضه لا، في الايس هنا الوحيد اللي يعتبر solid ويبقى عنده definite shape. كلام جميل جدا. بيقول لك ال solid matter is characterized by having. السوليد قلنا بيكون عندها definite shape و definite volume. السوليد definite shape و definite volume. هنا بيقول لك indefinite لا. طب definite volume and shape ايوه فعلا، فهي تبقى letter B. لكن definite shape و indefinite volume لا. definite volume and indefinite shape لا. indefinite shape يعني شكل غير ثابت، لكن السوليد عندها الاثنين definite، الاثنين ثابتين ومحددين. طيب كويس جدا. كمل يلا السؤال اللي بعده. بيقول لك the common property of solids and liquids is that they both. السوليد والليكويد في عندهم common property، صفة مشتركة، have definite volume. هي دي الصفة الوحيدة اللي مشتركة عليها. ليه يا مستر؟ لأن الفوليوم بتاع السوليد constant وديفينيت، الفوليوم برضو بتاع الليكويد ديفينيت وكونستانت ثابت. لكن الاثنين عندهم الفلويدتي بروبرتي لا طبعا، السوليدز ما عندهاش فلويدتي بروبرتي. طيب الاثنين عندهم ديفينيت شيب لا طبعا، السوليد بس هي اللي عندها ديفينيت شيب، لكن الليكويدز دي تيك ذا شيب اوف ذا كونتينر، فدي doesn't have definite shape. can be compressed طبعا لا، ده الجازز بس هي اللي can be compressed. طيب الكمبريشن اوف الماتر means. طيب بص يا باشا، الكمبريشن ده ليها ديفينيشن معين افكرك بيه، هو reduce the volume of substance open pressure. يعني انا لو عملت بريشر على ماده الفوليوم بتاعها هيبدا يقل، زي ما اجيب سفنجه كده وعمل عليها بريشر، البريشر ده يخلي السايز والفوليوم بتاع السفنجه يبدا ان هو يقل. فانا هعمل بريشر على السوليد وعلى الليكويد وعلى الجاز، هنبص نلاقي ان الفوليوم في حاله الجازز بس هو اللي حصل له ريديوس. يعني الفوليوم بتاع الجازز لما عرضته لبريشر هو الوحيد اللي قل، فتلاقي ان الجازز بس هي اللي عندها compressionability، يعني قابليه للانضغام، بتنضغط، لكن السوليد والليكويد لا. فالكمبريشن بتاع الماتر means reduce the volume open pressure. وهنا مش مكملها للاخر، المفروض انها reduce الفوليوم باي بريشر مع الايه، مع الضغط. طيب نكمل يلا السؤال اللي بعده. بيقول لك the particle of matter can't be seen with the naked eye because they are very very small. طبعا شيء بديهي، البارتيكلز بتاع السبستانس كلها بتبقى very very small or very very tiny، ف I can't see it with my naked eye. I need microscope to see the particle of the matter. طيب
جميل جدًا. نيجي يالّا على السؤال اللي بعده. بيقول لك it's difficult to bend an iron rod. طبعًا الsolids الattraction force between الparticles بتاعتها بتبقى very very strong والinterparticle spaces between الsolids بتبقى very very small. لكن بالنسبة للliquids يعني خلينا نقول attractive force between its particle بتبقى medium أو moderate. كذلك الspaces between its particles برضه بتبقى medium أو moderate. الgases بقى لأ، الgases دي خيرات ربنا كتير أوي من حيث الinterparticle spaces. الattractive force between الgases particles تبقى very 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 weak، تكاد تكون مهملة أصلًا negligible، وبالتالي الinterparticle spaces between الgases particles بتبقى very very large. هنا بيقول لك ليه بقى it's difficult to bend an iron rod because الparticles الattraction force بينهم قوية جدًا، وبالتالي لما آجي أتني الحديدة مش هاقدر، لأن الparticles ماسكة في بعضها جدًا. فده بسبب الstrong attraction force between its molecules، فهي تبقى letter D. خلاص. الsame change in physical states occurs in the processes of تبقى boiling والevaporation. تاني يبقى الsame change في الphysical state occurs in the processes boiling واevaporation، لأن في الboiling الstate بتاع الماتر التغير في الحالة الفيزيائية بيبقى متشابه في الboiling وفي الايفابوريشن. ليه يا مستر؟ لأن الboiling هو change in the liquid water من الliquid state للgaseous state. نفس القصة في الايفابوريشن، هي change in the state of الماتر من الliquid state للgaseous. طبعا في هنا فرق بين البويلنج والايفابوريشن افكرك بيهم بس. طيب البويلنج دي needs certain temperature to take place، يعني عشان خاطر الووتر يحصل لها بويلنج بتحتاج مثلا temperature معينه certain temperature اللي هي 100 degrees Celsius. لكن الايفابوريشن لا، at any temperature ممكن يحصل ايفابوريشن. طيب اما البويلنج دي take short period of time، الميه بتغلي في وقت قصير، لكن عشان الميه يحصل لها ايفابوريشن كلها وتتبخر والهدوم تنشف مثلا يحصل ايفابوريشن للهدوم، لا ده ممكن تاخد يوم او اتنين عشان خاطر يحصل ايفابوريشن للووتر اللي موجوده على الكلوزس، وبالتالي يعني تحول من ليكويد لجاز، فدي تيك ايه لونج بيريودز اوف تايم. البويلنج بتحصل لكل البارتيكلز بتاع الماتر، يعني الميه كلها بتتحول من شكلها ليكويد لشكلها جاز فوق تحت في اي مكان. لكن الايفابوريشن بروسيس دي بتحصل في السيرفيس particles of the water بس، في surface particle of the matter بس. يعني الايفابوريشن بروسيس دي بتحصل في البارتيكلز السطحيه اللي على السطح بس. خلاص نكمل برضه يلا السؤال اللي بعده. بيقول لك the speed of the matter particle increases during an opera. دلوقتي البارتيكلز بتاع الماتر طبعا هي ال state of motion continuous state of motion، بس طبعا الكينيتيك انرجي بتاع السوليد بارتيكلز بتبقى very very small، لان هي يا دوبك بس بيحصل لها vibration in their positions، تتحرك وبتهتز. لكن الليكويدز يعني خلينا نقول الكينيتيك انرجي بتاع البارتيكلز بتاع الليكويد يعني ايه moderate برضه، moderate متوسط. لكن الكينيتيك انرجي بتاع الجازيوس بارتيكلز دي بتبقى very 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 large. هنا بيقول لك بقى السبيد بتاع الماتر بارتيكل increase during no process، يعني حاجة بتحصل نتيجة gaining thermal energy، لأن البارتيكلز بتاع الماتر السبيد بتاعتها هتزيد لما هي تكتسب thermal energy، فالكينيتيك انرجي تزيد فالسبيد برضه تزيد. فهل في الكوندنسيشن والفريزنج بيحصل gaining thermal energy؟ freezing losing thermal energy. condensation برضه بتبقى بيحصل فيها losing thermal energy. condensation لا losing thermal energy. evaporation ماشي gaining thermal. freezing لا دي losing thermal energy. الايفابوريشن والميلتنج الاثنين بيحصلوا نتيجة gaining thermal energy. فالثيرمال انرجي لما تزيد الكينيتيك انرجي هتزيد والسبيد بتاع البارتيكلز هتزيد هي كمان ويحصل لها انكريز برضه. فالاجابه الصحيحه هنا هتبقى لتر سي evaporation and melting. عشان الميه تتحول مثلا من ليكويد لجاز لازم يحصل ان الميه تسخن فجيننج ثيرمال انرجي، فالسبيد بتاع البارتيكلز بتاعتها هتزيد هنا. الميلتنج عشان خاطر الماده تسيح تتحول من سوليد لليكويد برضه محتاجه اسخنها يعني اديها ثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي اللي عندها تخليها تبدا الكينيتيك انرجي تزيد والبارتيكلز السبيد بتاعتها هتزيد وهتتحرك بشكل اسرع. طيب بيقول لك السوليد سبستانس الميلتنج بوينت بتاعتها 1500 ديجري سيلسيوس. ايه هي يا مستر الميلتنج بوينت تاني؟ الميلتنج بوينت هي التمبريتشر ات ويتش الماتر ستارت تشينج اتس ستيت من السوليد ستيت للليكويد ستيت، انها تتحول من السوليد لليكويد. كل ماده ربنا سبحانه وتعالى اداها ميلتنج بوينت خاصه بيها. الميلتنج بوينت دي بقى عندها بتبدا الماده تتحول من السوليد للليكويد، الماده بتحتاج درجه الحراره دي عشان تسيح. طيب هي بيقول لك بقى تشينج انتو ليكويد ات كام 1500 ديجري سيلسيوس، هتسيح عند 1500 ديجري لان الميلتنج بوينت بتاعتها هي 1500 ديجري.
بس. طيب بيقول لك يا سيدي البويلينج بوينت اوف ووتر at the top of mountain its high equals 3000 meter is. بص تعالى افكركم بحاجه. قلت لك دي البويلينج بوينت بتاع الووتر دي affected by the pressure. الميلتنج والبويلينج بوينت affected by two factors. الفاكتور الاولاني هو الاتموسفيريك بريشر، والفاكتور الثاني هو الامبيوريتي. طيب اول حاجه هنتكلم عنها هي الاتموسفيريك بريشر او البريشر بشكل عام. يعني الميلتنج بوينت والبويلينج بوينت بتوع الووتر ازاي بقى بيتاثروا بالاتموسفيريك بريشر؟ قلت لك باي انكريزنج الالتيتيود. لو انا طالع مثلا على جبل طالع لفوق، ساعتها الاتموسفيريك بريشر ديكريزز، الاتموسفيريك بريشر بيبدا ان هو يقل. طب ايه اللي هيحصل يا مستر؟ يعني لما الاتموسفيريك بريشر يقل، الووتر او البويلنج بوينت بتاع الووتر هي كمان ديكريزز وهتقل. يعني لما الاتموسفيريك بريشر يقل، البويلنج بوينت بتاع الووتر هي كمان ايه؟ هتقل. لكن الميلتنج بوينت طبعا هتبقى العكس، او الفريزنج بوينت نفس الحاجه هتبقى العكس. فانا كل ما اطلع على الجبل كل ما الاتموسفيريك بريشر يقل. لما الاتموسفيريك بريشر يقل، البويلنج بوينت بتاع الووتر هتقل، الضغط اللي هيبقى على الميه قليل، فكده الميه هتبدا تغلي بسرعه، فهتبقى محتاجه درجه حراره اقل عشان تغلي. فبالشكل دوت لما الاتموسفيريك بريشر يقل، البويلنج بوينت بتاع الووتر درجه غليان الميه هتقل. كان في قاعده حسابيه بيقول لك يا غالي ان الووتر او البويلنج بوينت بتاع الووتر decreases by 1 degree Celsius كل ما الاليفيشن increases by 300 متر. يعني كل ما اطلع 300 متر التمبريتشر decreases بتاع الووتر. دي كانت قاعده قلت لك تحفظها لي صم، دي 1 degree Celsius. كل ما ارتفع درجه حراره 300 درجه مئويه، 300 متر ولا ايه، التمبريتشر بتاع الووتر تقل بمقدار 1 ديجري سليب. طب يا مستر لو انا طلعت مثلا 600 متر، التمبريتشر هتقل كام؟ 2 ديجري سليزيوس. انهي تمبريتشر يا مستر؟ انهي تمبريتشر؟ البويلنج ووتر بتاع التمبريتشر. يعني مثلا الميه عند 0 متر على يعني على مستوى سطح البحر على الارض، التمبريتشر بتاعتها او البويلنج بوينت بتاع التمبريتشر بتاع الووتر، البويلنج بوينت بتاع الووتر هتبقى 100 ديجري سليزيوس. طيب لما ارتفع مثلا 300 متر، قلت لك البويلنج بوينت هتقل بمقدار 1 ديجري سليزيوس، فالمفروض ان الووتر هتقل 100 minus 1 equal 99 ديجري سليزيوس. فساعتها على ارتفاع 300 متر الميه هتغلي عند درجه حراره 99 درجه مئويه، 99 بدل 100. طيب انا عملت انكريز للاليفيشن ووصل 600 متر، ساعتها التمبريتشر بتاع الووتر او بتاع البويلنج بوينت بتاع الووتر هتقل دي 2 ديجري سليزيوس. فالمفروض كده 100 minus 2 equal 98 ديجري سليزيوس، يعني الميه هتغلي عند 98 درجه مئويه. طب يا مستر لو انا ارتفعت يعني خلينا نقول 900 متر، المفروض كده ان التمبريتشر هتبدا ان هي تقل بمقدار 3 ديجري سليزيوس. جبت 3 منين يا غالي؟ اقول لك 900 دي اوفر 300 هتطلع معاك ب 3 ديجري سليزيوس. فالمفروض كده ان التمبريتشر بتاع الووتر او بتاع البويلنج بوينت بتاع الووتر ساعتها بدل ما تبقى 100 لا 100 ماينس 3 فتبقى ايكوال 97 ديجري. يبقى انا بالراحه كل ما اطلع 300 متر درجه الحراره اللي الميه بتحتاجها عشان تغلي هتقل درجه مئويه. البويلنج بوينت بتاع الووتر ديكريزز 1 ديجري. طب يا مستر لو انا طلعت 600 متر، يبقى كده التمبريتشر او البويلنج بوينت بتاع الووتر ديكريزز 2 ديجري سليزيوس، فتبدا انها البويلنج بوينت بتاعتها تبقى 98. طب هو هنا جايب لك في المساله بيقول لك انا هزود الاليفيشن 3000 متر. بالصلاة على النبي 3000 متر، يعني المفروض ان البويلنج بوينت بتاع الووتر ديكريزز باي كام ديجري سليزيوس؟ ساعتها هتقول له 3000 دول اوفر 300 بتاع الايه؟ بتاع الدرجة الواحدة. طيب هتطلع معاك 30 اوفر 3 تطلع معاك ب 10 ديجري سليزيوس. يعني المفروض ان البويلنج بوينت بتاع الووتر على ارتفاع ال 3000 متر decreases by 10 ديجري سليزيوس. طيب درجة حرارة المية اللي بتغلي عندها في الطبيعي كام؟ 100. طيب لما طلعت 3000 متر، المفروض ان درجة غليان المية تقل 10 درجة مئوية، يبقى 100 ماينس 10 هتبقى ايكوال 90 ديجريز. يعني يا مستر لما ارتفع عن الارض 3000 درجة مئوية الووتر بويلز ات 90 ديجريز سليزيوس بدل 100. فساعتها كده احنا هنختار الاختيار اللي هو بتاع 90 اللي هي تبقى لتر سي.
تمام يا شباب البروبلم اللي بالشكل ده؟ مم. تمام يا مستر. لا، انا مش فاهمها، انا مش اه فاهمها. تمام. بص يا انا غالي، مش فاهمها. او كل الخطوات اللي هتعملها لما تجيلك بروبلم بالشكل ده. مديك الهاي الارتفاع، هتقول لي الهاي اوفر 300، هتقسم الارتفاع على ال 300 درجه مئويه، فهيجي لك رقم. الرقم مثلا لو قال لك مثلا على هاي مختلف خالص، اللي هو مثلا 6000 متر على ارتفاع 6000 متر، يعني 6 كيلو متر. الووتر بويلز ات كام ديجري سيليزيوس؟ الميه هتغلي بقى عن درجه حراره كام بالارتفاع ده؟ ساعتها يا باشا هتقول له حاضر، هجيب الهاي اللي هو ال 6000 متر اوفر ال 300 عشان اشوف الميه درجه غليانها هتقل بمقدار كام درجه مئويه. فاقول له 6000 اوفر ال 300. معايا كده يا عم ياسين؟ انت اللي هتلاقيك انت اللي قلت لي انا مش فاهم. ياسين مصطفى. 6000 اوفر 300 هتطلع ايكوال كام يا عم ياسين؟ طب 20. حلو جدا. عرفت انا جبت ال 20 دي منين الاول؟ هم. عملنا ديفايد. الديفايد ايه على ايه؟ الهاي ماشي. الارتفاع على ال 300. الهاي 300 دي لازم نكون حافظينها، لان التمبريتشر او البويلنج بوينت بتاع الووتر decreases by 1 degree celsius each 300 متر. كل ما ارتفع 300 متر كل ما درجه غليان الميه تقل 1 درجه مئويه. طب انا ارتفعت 6000 متر، خلاص يبقى 6000 اوفر 300 هتديني 20 degree celsius مقدار النقص في البويلنج بوينت بتاع الووتر. حلو. فدلوقتي المفروض ان الميه درجه غليانها قلت 20 درجه مئويه. طب درجه غليان الميه الطبيعيه كام؟ النورمال بويلنج بوينت بتاع الووتر كام يا عم ياسين؟ 100. طيب هتقل 20 يبقى كام؟ 80. بس كده. يبقى الووتر at high 6000 متر بويل at كام ديجري سليزيوس؟ 80 ديجري سليزيوس. بنفس الطريقة دي كده احنا عملناها. طيب الفورست فورميشن ده ديبوزيشن بروسيس. افكرك كده بالديبوزيشن بروسيس دلوقتي ان شاء الله. بص يا غالي، الديبوزيشن هو ان الستيت بتاع الماتر تشينج من الجاز للسوليد دايركت. ايه ده يا مستر، مفيش ليكويد في النص؟ لا مفيش ليكويد، من جاز للسوليد دايركت. فلما الووتر فيبر يتعرض لتمبريتشر للزان 0 ديجري سليزيوس، ساعتها الووتر فيبر ده هيتحول من الجاز للسوليد دايركت على طول، فيكون حاجه اسمها الفورست الوثقيه. ده بيتكون مثلا على الكروبس المحاصيل او على اي حاجه حوالين منك، يعني الويندو الشباك ايا كان. فالفورست فورميشن ده يعتبر ديبوزيشن بروسيس. خلاص، حتى الايوداين فيبر ممكن يتحول لسوليد ايوداين ويعمل ديبوزيشن عادي جدا من جاز لسوليد ديبوزيشن دايركت. لكن في عندك بقى مثلا كده الحاجه اللي اسمها السبليميشن. السبليميشن دي هي ان يحصل تشينج للستيت بتاع الماتر في السبليميشن من سوليد لجاز دايركت. من سوليد لجاز دايركت، مثلا زي الدراي ايس. الدراي ايس ده بيتحول من سوليد ستيت لجاز ستيت دايركت على طول without passing through liquid state، من غير ما يعدي على liquid state، من سوليد ستيت لجاز ستيت على طول. دي السبليميشن. جميل جدا يا مستر. ايه تاني؟ السوليد ايوداين بيتحول لجازيوس ستيت اللي هو ايوداين فيبر دايركت without passing through liquid. فالسبليميشن عندك الدراي ايس، السوليد ايوداين يتحول لوتر فيبر. طب الديبوزيشن، الووتر فيبر بتاع الايوداين يتحول لسوليد ستيت على طول، وكذلك برضو الووتر فيبر يتحول لفورست فورميشن على طول خلال الايه ديبوزيشن. جميل جدا. بيقول لك الويت كلوزز dry when exposed to sun as result of evaporation process. الهدوم بتنشف نتيجة الايفابوريشن، ان الووتر اللي موجودة على الهدوم يحصل لها ايفابوريشن، تحول ووتر فيبور ينتشر في الجو بسبب الايه التمبريتشر بتاع الصن. طيب الريت بتاع الايفابوريشن increases by increasing all the following except increasing التمبريتشر هيعمل increase للريت بتاع الايفابوريشن بروسيس. تمام. وعايز يكسب increasing السيرفيس اريا، لان انا لما ازود السيرفيس اريا هزود النمبر بتاع البارتيكلز exposed to heat source. انا لما حطيت طبق واسع في الشمس، حطيت كوبايه او طبق ضيق في الايفابوريشن بروسيس دي بتحصل في السيرفيس بارتيكلز بس، البارتيكلز اللي على السطح من فوق بس. فهنا البارتيكلز لما عملت انكريز للسيرفيس اريا انا زودت عدد البارتيكلز اللي على السطح اللي هيحصل لها ايفابوريشن، فكده الايفابوريشن ريت هتزيد. لكن لما قللت السيرفس اريا السيرفس بارتيكلز قلت، فكده البارتيكلز اللي هيحصل لها ايفابوريشن هتقل، فالريت بتاع الايفابوريشن هيفضل ان هو ايه؟ يقل. فالايفابوريشن ريت انكريز باي انكريزنج برضه السيرفس اريا. تمام، دي صح.
الاير كارنت برضو لما يبقى موجود ويزيد الايه الايفابوريشن بروسيس هتزيد، تيارات الهواء لما تبقى موجوده الايفابوريشن بروسيس هتزيد. لكن الهيوميديتي برسنتيج لا، فعشان خاطر كده اختار الهيوميديتي. قلت لك يا غالي واحنا بنشرح برضه، افكرك تاني واقول لك تاني ان بقى انكريزنج الهيوميديتي لما ازود الرطوبه ساعتها الايفابوريشن ريت ديكريزز. فدي الحاله الوحيده اللي يحصل فيها ديكريزز او ديكريزنج للايفابوريشن بروسيس. نكمل. بيقول لك in which of the following processes the substance gain heat. freezing لا losing heat. condensation losing heat. sublimation دي بتتحول الماده من السوليد ستيت للجاز ستيت على طول، فهي دي الوحيده اللي بيحصل جين للهيت. لكن الديبوزيشن لوزنج الهيت برضه من جاز للسوليد دايركت، دي لوزنج هيت. فالسبليميشن هي الوحيده هنا اللي بيحصل فيها جين للهيت. كلام جميل جدا. طيب when solid dry ice اللي هو carbon dioxide heated turn it directly to gas without passing through the liquid state. البروسيس دي لسه قايلك على sublimation من solid لجاز دايركت sublimation without passing through the ايه the liquid state. طيب جميل جدا. طيب نكمل يلا. بيقول لك the internal energy of water increases when. بص يا غالي الانترنال انرجي هي الطاقة الداخلية للسبستانس. طب والانترنال انرجي دي بجيبها ازاي؟ بعمل سميشن للكينيتيك انرجي مع البوتنشال انرجي بتاع السب. الكينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي لما اجمعهم مع بعض هيدي لك الانترنال انرجي بتاع الايه السب. فدلوقتي لو انا زودت مثلا الكينيتيك انرجي الانترنال انرجي هي كمان هتزيد. طب امتى الكينيتيك انرجي تزيد؟ لما التمبريتشر تزيد. ليه يا مستر؟ لان التمبريتشر يا حبيب قلبي هي الافريج بتاع الكينيتيك انرجي بتاع البارتيكلز اوف سبستانس. متوسط الكينيتيك انرجي بتاع السبستانس هو ده التمبريتشر. فلما الافريج بتاع الكينيتيك انرجي تزيد ساعتها الانترنال انرجي هتزيد. طب امتى الافريج بتاع الكينيتيك انرجي تزيد؟ لما التمبريتشر تزيد. فهنا انا عايز حاجه توضح ان التمبريتشر زادت. تمبريتشر تشينج من 70 ل 60 لا ده قل. الووتر فيبور كوندنسز يعني عمل لوز للهيت لا، فهو طالما عمل لوز للتمبريتشر لا كده برضو مش هيحصل internal energy increase. لما الكوانتيتي اوف الووتر از هيتد فروم 20 ل 30 التمبريتشر زادت من 20 ل 30 يعني ده معناه ان الكينيتيك انرجي زادت. طالما الكينيتيك انرجي زادت يبقى الانترنال انرجي كمان هتزيد، فهختارها لتر سي. تمام تمام يا شباب. What are the tools used to find the specific heat of a substance؟ ركز معايا يا باشا بصلي على النبي كده. على فكره الجزء بتاع السبيسيفيك هيت غالبا مش هيجي لك في الامتحان، ده الوزاره منزلاه، بس لا انا هراجعه لك برضه، انا هراجعه لك ان شاء الله. السبيسيفيك هيت دي بالبلدي كده درجه الحراره او كميه الثيرمال انرجي، كميه الثيرمال انرجي اللي السبستانس محتاجاها عشان التمبريتشر تزيد درجه واحده مئويه. يعني مثلا لو انا معايا كيلو جرام من الووتر 1 كيلو جرام من الايه الووتر ومعايا برضو 1 كيلو جرام مثلا من الايرون. التمبريتشر بتاع الووتر مثلا كانت 20 ديجري سيليزيوس، التمبريتشر بتاع الايرون برضو كانت 20 ديجري سيليزيوس. يبقى انا دلوقتي عملت اندبندنت فاريبل وديبندنت فاريبل وكنترولد فاريبل. الكنترولد فاريبل هنا هم الماس، انت بتتكلم في الماس اهو، والتمبريتشر بتاعتهم المبدئيه. التمبريتشر المبدئيه انت معاك الايه التمبريتشر هنا كده التمبريتشر كانت كونستانت وهنا كده التمبريتشر برضه تمبريتشر، وهديهم بالسيم سورس اوف هيت. هسخنهم الاثنين بنفس مصدر الحراره. هدي مثلا لهب للحته الحديد وهدي نفس اللهب لكيلو الايه كيلو الميه، فالسيم اماونت اوف هيت. وطبعا هياخدوا نفس الايه الاماونت اوف تايم. ده مثلا هسخنه 5 دقايق 5 minutes وده مثلا هديله ايه 5 minutes. فانا ثبت التايم اوف الاكسبوز تو ذا هيت 5 minutes و 5 minutes. ثبت الماس 1 كيلو جرام 1 كيلو جرام. فالحاجات الكونستانت هنا هي الكنترولد فاريبل. تمام هي الكنترولد فاريبل الحاجات الاي اس. هلاقي مثلا ان التمبريتشر بتاع الايرون زادت من 20 ديجري سيليزيوس بقت مثلا 40 ديجري سيليزيوس، زادت للضعف تقريبا. التمبريتشر بتاع الووتر زادت 22 ديجري سيليزيوس بس، الميه زادت 2 ديجري سيليزيوس بس. على ايه يا مستر ده؟ هما الاثنين خدوا نفس الايه الاماونت اوف ثيرمال انرجي، ده خد 5 دقايق على النار وده خد 5 دقايق على النار. الحديد زاد تقريبا للضعف من 20 ل 40. الووتر زادت 2 ديجري سيليزيوس. ايه ده يا مستر؟ يعني الحديد بيسخن بسرعه؟ اه. لكن الميه مش بتسخن بسرعه؟ اه. فالميه
بتحتاج مثلا عشان التمبريتشر بتاعتها تزيد 1 degree سيليزيوس، الكيلو جرام بتاعها يزيد 1 degree سيليزيوس، محتاج large quantity of thermal energy. ليه يا مستر؟ عشان السبيسيفيك هيت بتاعها عالي. الميه يا باشا لا، الميه مش درجتها حرارتها مش هتزيد بالسهل كده. الميه لا، الميه بتحتاج large amount of thermal energy عشان التمبريتشر بتاعتها تزيد. الميه غاليه، تحتاج درجة حرارة عشان درجة حرارتها بس تزيد شوية، محتاج large amount of thermal energy. مش بالسهل كده انها تسخن. لكن الحديد لا، في اي شوية حرارة هيسخنوا الحديد ويخلوا التمبريتشر بتاعته تزيد وتعلى ويسخن. فالسبيسيفيك هيت بتاع الايرون ساعتها تبقى لو سبيسيفيك. ليه يا مستر؟ لان هو need small amount of thermal energy عشان التمبريتشر بتاعته increases 1 degree C. فهنا أنا عشان خاطر اعمل التجربه انا محتاج بالانس اول حاجه عشان اشوف الماس بتاع ده والماس بتاع ده ماشي، ومحتاج ستوب ووتش عشان خاطر احدد التايم اللي انا هسخن بيه الحديد يبقى هو نفس التايم اللي احط بيه الميه على النار واسخن بيه الميه، ومحتاج ترموميتر عشان اشوف التمبريتشر بتاع الوتر بقت كام والتمبريتشر بتاع الايرون بقت كام هي كمان. فانا هحتاج الثلاث حاجات دول، البالانس والستوب ووتش والايه والثرموميتر. هنا قال لك ستوب ووتش وثرموميتر بس لا، بالانس وثرموميتر بس من غير ستوب ووتش لا، طب بالانس وستوب ووتش بس برضه لا، انا محتاج الثلاثه. جميل جدا. قلت لك الانترنال انرجي هي السم اوف البوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي. طب امتى بقى الانترنال انرجي دي تزيد؟ لما البوتنشال انرجي تزيد او الكينيتيك انرجي تزيد او الاثنين مع بعض يزيدوا. طيب لما البوتنشال انرجي اوف اتس بارتيكلز انكريز صح، لما الكينيتيك انرجي اوف اتس بارتيكل ديكريزز غلط لا، لكن both internal energy and kinetic energy decreases لا غلط، البارتيكلز stop moving غلط برضه، فتبقى الاجابه لتر A. دي واحده من الاجابات الصحيحه، ان البوتنشال انرجي انكريز او الكينيتيك انرجي انكريز او both البوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي انكريز فالانترنال انرجي تزيد، لكن اي حاجه فيهم ديكريز غلط. تمام. when substance is heated البارتيكلز طبعا gain thermal energy وبالتالي الكينيتيك انرجي انكريزز، فاكيد طبعا الافريج بتاع الكينيتيك انرجي انكريز، هنا بيقول لك افريج كينيتيك انرجي ديكريزز غلط، بوتنشال انرجي انكريزز غلط برضه، internal انرجي ديكريز لا غلط، المفروض ان internal انرجي هي الوحيده اللي المفروض تبقى انكريز. يبقى لما substance heated الكينيتيك انرجي انكريز والمفروض ان الانترنال انرجي كمان انكريزز. حلو. بيقول لك all the following are factors that affect the system's temperature. بص بقى، كل الحاجات دي من الفاكتورز اللي بتأثر على التمبريتشر بتاع السيستم ما عدا الماس بتأثر على التمبريتشر بتاع السيستم، لأن أنا قلت لك by increasing the mass ساعتها كده النمبر of particles increases، فالثيرمال انرجي اللي رايحة للسبستانس مثلا لو هي الماس بتاعتها كبيرة الثيرمال انرجي هتتوزع على large number of particles. معايا كيلو مثلا حديد ومعايا 10 كيلو حديد، اديت لي ده 1000 كالوري من الثيرمال انرجي وده مثلا 1000 كالوري من الثيرمال انرجي مثلا. ال1000 الاولانيين هيتوزعوا على عدد لو هم بقى هيتوزعوا على كيلو جرام هيتوزعوا على عدد قليل من البارتيكل، فكل بارتيكل هتاخد كميه كبيره من الثيرمال انرجي. لكن ال1000 دول هيتوزعوا على 10 كيلو، فالبارتيكلز بتاع ال 10 كيلو جرام كبيره جدا، فالثيرمال انرجي ساعتها توزع على عدد كبير من البارتيكلز وبالتالي كل بارتيكل هتاخد كميه ثيرمال انرجي قليل. حتى شرحت لكم مثال الفلوس، لو جبت مثلا 10000 جنيه وزعتهم على 10 اشخاص كل واحد ياخد 1000 جنيه، 10000 جنيه على العشرة كل واحد ياخد له 1000 جنيه. لكن لو 10000 جنيه هيتوزعوا على 10000 شخص كل واحد ياخد جنيه بس، فانت الفلوس لو اتوزعت على عدد كبير من الناس كل واحد ياخد فلوس قليلة، لكن الفلوس لو اتوزعت على عدد قليل من الناس كده لا، كده انت كل واحد نصيبه هيبقى كبير. حتى مثلا ايه لو ابوك اداك 100 جنيه يا نهار ابيض 100 جنيه ليه انا لوحدي؟ هتبقى فرحان قوي. لا، ليك انت واخواتك الاربعه فانتوا خمسه، ف100 على 5 فال 25 فهتطلع لك 25 جنيه، فال 100 جنيه لو اتوزعت عليك لوحدك هتاخد فلوس كتيره، لكن لو اتوزعت على اشخاص اكتر لا انت تاخد فلوس قليله. نفس القصه الثيرمال انرجي لو توزعت على بارتيكلز كتيره كل بارتيكل هتاخد شويه ايه ثيرمال انرجي صغيرين، لكن لو الثيرمال انرجي لو توزعت على بارتيكلز اصغر يعني ماس اصغر كل بارتيكل هتاخد ثيرمال انرجي كتيره، فالماس دي افكت التمبريتشر بتاع السبستانس. طيب اتس فيزيكال ستيت برضو دي من الفاكتورز اللي افكت الايه السيستمز تمبريتشر.
يعني مثلا هتلاقي ان الايس بيبدا ان هو يسخن بشكل اسرع من الووتر. ليه؟ لان السبيسيفيك هيت بتاع الايس بيبقى ليس ذان السبيسيفيك هيت بتاع الووتر. السوليد ستيت بتاع الووتر بتسخن اسرع من الايه الليكويد ستيت بتاع الووتر. في الفيزيكال ستيت دي برضه افكت التمبريتشر. التايب بتاع الماتر، ودي اللي هي ليها علاقه بقى بالسبيسيفيك هيت اللي لسه بكلمك عنها من شويه. عشان التمبريتشر تزيد مثلا في الووتر انت ريكواير large amount of thermal energy عشان السبيسيفيك هيت عالي. لكن عشان خاطر تخلي مثلا شويه رمل او شويه حديد يسخنوا انت محتاج small amount of thermal energy عشان التمبريتشر بتاعتهم تزيد. فبرضه التايب بتاع الماتر اللي هي لها علاقه بالسبيسيفيك هيت دي من الفاكتورز اللي افكت السيستم تمبريتشر. اكسبت الهيت او اكسبت الشيب، الشكل ده ملوش اي علاقه خالص بالتمبريتشر بتاع السيستم. وحتى ده الحاجه الوحيده اللي ما كانتش موجوده عندك في الكتاب. فالماس كانت دي من الفاكتورز اللي افكت الايه التمبريتشر. التايب اوف الماتر اللي هي السبيسيفيك هيت افكت برضه التمبريتشر بتاع السيستم. الفيزيكال ستيت برضه دي افكت الايه السيستم تمبريتشر. طيب بيقول لك when equal masses of water and ice are heated over steady flame. يعني water وايس الاثنين have equal masses. الاليفيشن بتاع التمبريتشر بتاع الووتر لا غلط، دي غلط. الايس از ذا جريتست، الووتر از ذا جريتست غلط. each of water and ice is the same غلط. لا الايس از ذا جريتست. ليه؟ لان السبيسيفيك هيت بتاع الايس less than السبيسيفيك هيت بتاع الووتر. فالايس بيبقى محتاج less amount of thermal energy than الايه الووتر عشان التمبريتشر بتاعته increases مثلا 1 degree سيليزيوس مثلا ولا حاجه. السبيسيفيك هيت بتاع الميتاليك بول depend on السبيسيفيك هيت بتاع الميتاليك بول التايب اوف سبستانس. السبيسيفيك هيت دي لها علاقه بالايه بالتايب اوف السبستانس. لان الايرون ليه سبيسيفيك هيت، الكوبر ليه سبيسيفيك هيت، كل السبستانسز ليه الديفرنت سبستانسز ليها ديفرنت سبيسيفيك هيت. بيقول لك which of the following substances highest في السبيسيفيك هيت. اكيد طبعا هي الووتر اعلى حاجه في السبيسيفيك هيت. سبحان الله. طيب نكمل. الانترنال انرجي اوف اني سيستم. الانترنال انرجي لسه قايل لك هي السم اوف كينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي اوف البارتيكلز الاثنين مع بعض. بيقول لك when heating a substance لما تسخن ماده الكينيتيك انرجي اوف ذا بارتيكل اكيد طبعا انكريز. هيتنج السبستانس يعني انا بديها ثيرمال انرجي يعني الانرجي زادت فالكينيتيك انرجي هتزيد هي كمان. فلما الكينيتيك انرجي تزيد التمبريتشر هتزيد. ليه يا مستر؟ لان التمبريتشر افكرك هي الافريج بتاع الكينيتيك انرجي اوف ايه اوف البارتيكل او sum average of sum of the average of kinetic energy of the particle. جميل جدا ماشي تمام. The change in temperature is measured by الثرمومتر. الترمومتر هو اللي بيقيس الايه التمبريتشر. طيب السيستم اللي هو doesn't exchange الماتر or energy with surrounding ده اللي هو الايزوليتد سيستم اهو. ايزوليتد سيستم اهو. الايزوليتد سيستم اللي هو مثلا اللي هو الترمس ده بيبقى ايزوليتد. الماتر ما بتخرجش منه فنقفله كويس فالفيبر بتاع الووتر ما بيخرجش منه، البارتكلز بتاع الووتر ما بتخرجش منه فما بيحصلش اكستشينج في الماتر. كذلك الانرجي ما بتخرجش منه لان هو عازل حراره. الثيرمال انرجي بتاع الووتر مثلا او الشاي او اي حاجه انت عاملها جوه منه مش بتخرج للسراوندنج بره فده يعتبر ايزوليتد. فالايزوليتد سيستم there is no exchange في الماتر نور الانرجي not exchange matter or energy. لكن الاوبن سيستم افكرك بيحصل اكستشينج في الووتر في الماتر نفسها وفي الانرجي. فالاوبن سيستم بيحصل اكستشينج في الماتر وفي الانرجي. البخار ممكن يخرج عادي في نفس الوقت الحراره بتاع الميه ممكن تخرج عادي فالانرجي ممكن تخرج وفي نفس الوقت بخار الميه اللي هي الماتر ممكن تخرج. لكن الكلوزد سيستم لا الكلوزد سيستم هو بيحصل اكستشينج في الانرجي بس لكن مش بيحصل اكستشينج في الماتر. when internal energy of substance increase ساعتها temperature increase. ليه يا مستر؟ لان الانترنال انرجي لما تزيد ده معناه ان الكينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي واحده منهم هتزيد. كمل يلا حل اسئله الكومبليت. السبستانس can be classified according to their physical state to 3 common states. طبعا احنا عندنا 3 physical states للماتر solid state والliquid state والجازز. الفلويدز هي substances اللي هي عندها الability to flow كذلك هي take the shape of the container. الفلويدز دي ممكن تبقى liquid state or gas او gaseous. طيب the matter is compressed in الماتر compressed في الجاز ستيت بس الجاز ستيت هي بيحصل ريديوس للفوليوم بتاعها
باي بريشر، لما اعمل بريشر كده على السوليد والليكويد والجاز، الجاز بس هي اللي يحصل ريديوس للفوليوم، فالجاز بس هي اللي يبقى عندها compressionability، يعني بيحصل لها compressed، تبدأ تنضغط. وده طبعا بسبب ان بيبقى فيه ما بين البارتيكلز large interparticle spaces او intermolecular spaces، فلما بضغطهم كده بقى انا بلزق البارتيكلز في بعضها كده، وبالتالي الفوليوم بيحصل له decrease. طيب الفورس اوف اتراكشن between particles of liquid matter are، يعني خلينا نقول ايه، moderate. الاتراكشن فورس between الليكويد بارتيكلز بتبقى moderate، والانتر بارتيكل ديستانسز او الانتر بارتيكل سبيسز برضه هي كمان مودريت. خلاص. لكن الاتراكشن فورس بتوين السوليدز بتبقى very strong، والانتر بارتيكل ديستانسز او سبيسز بتبقى very small. الجازز الاتراكشن فورس بتوين البارتيكلز very small، والانتر بارتيكل سبيسز او انتر بارتيكل ديستانسز بتبقى very large. طيب الفورس ستيت اوف الماتر طبعا هي البلازما، ودي found في الاوتر سبيس such as مثلا stars and النيبيولا مثلا. والبلازما دي هي لما الجازز exposed to extremely heat او extremely high thermal energy، ممكن توصل ل thousands of degrees Celsius و millions of degrees Celsius، آلاف درجات المئوية وملايين الدرجات المئوية، وبالتالي الجازز بارتيكلز تبدأ تعمل lose electrons، فتتحول لبوزيتيف تشارجز ونيجاتيف الكترونز. البوزيتيف تشارج والنيجاتيف الكترونز دي هي الفورس ستيت اوف الماتر اللي هي البلازما، ودي بتستخدم بتعمل بيوريفاي للاير كونديشنز، او في الاير كونديشن تو بيوريفاي للاير، مثلا بتعمل كيل للفيروسز والبكتيريا والبليوتنت والجيرمز اللي داخله مع الهواء وهكذا. طيب اهو جاي لك تحت لك البلازما used in air conditioners to purify air by مثلا ايه، remove pollutant and germs او kill pollutant والgerms. kill او remove ايا كان الاثنين صح عادي يعني ان شاء الله. طيب reverse process للديبوزيشن دي طبعا السبليميشن. ليه الديبوزيشن بروسيس هي change in the state of الماتر من الجاز يوز ستيت للسوليد ستيت. عكسها بقى يعني من السوليد لجاز يوز دايركت، من سوليد لجاز يوز دايركت دي بروسس عندنا في الساينس بيقول عليها السبليميشن. تمام، واتكلمنا عنها برضو في التشوز من شويه. طيب الفورسز of attraction between the particles of solid matter are very strong. او very strong. الاتراكشن force between the solids strong. والinterparticle spaces او distances small او very small. طيب ال state of the matter vary depending on between the particle depending on the interparticle spaces او interparticle distance. interparticle distances اهو يا سيدي، لان لو في interparticle distances كبيره و very large يبقى الستيت بتاع الماتر هنا تعتبر جاز. لو interparticle distances او spaces moderate مثلا او يعني small دي تعتبر او moderate دي تعتبر ايه، liquid. لكن لو interparticle spaces very small او small طبعا بتبقى دي ايه، solid. فالستيت بتاع الماتر بتعتمد او بتختلف وبتتنوع حسب الانتربارتيكل distances between the particles. ممكن حاجة كمان برضو ممكن اقول الاتراكشن فورس between the particles، الاتنين ينفعوا. فلو انت كتبت الاتراكشن فورس between the particles صح، والانتربارتيكل distances او spaces between the particles برضو صح. انا عارف ان انت كنت بترفع ايدك وانت كنت بترفع ايدك عشان السؤال ده فانا قلتها، فالاتنين ينفع سواء كتبت interparticle distances او attraction force between the particles. طيب السؤال اللي بعده. The substance it changes from one state to another either by gaining thermal energy أو losing thermal energy. عشان الستيت بتاع المادة تتغير من solid لليكويد مثلا لازم يحصل gain thermal energy. طب لو من liquid للsolid يحصل لها freezing بعمل losing thermal energy. فالسبستانس الستيت بتاعتها بتختلف وبتتغير حسب gaining or losing thermal energy. جميل جدا. At normal atmospheric pressure الميلتنج بوينت بتاع السنو 100 ديجري at normal atmospheric pressure. الميلتنج بوينت بتاع السنو هي ال 0 ديجري سليزي، لكن البويلنج بوينت بتاع الووتر هي ال 100 ديجري سليزي. ده في الايه، في النورمال اتموسفيريك بريشر. يعني الاتموسفيريك بريشر عند السي ليفل على سطح الارض كده، عند مستوى سطح الايه، البحر على الارض من غير اي ارتفاع، من غير اي اليفيشن. ماشي نكمل.
the greatest kinetic energy of matter particle هي في الكينيتيك energy في الجاز، لكن least kinetic energy في السوليد ستيت. تعالى كده افكرك بالحته دي كلها واجيبها لك كده بسرعه ان شاء الله. الماتر سواء كانت سوليد او ليكويد او جاز بيكون عندها كينيتيك انرجي وبوتنشال انرجي. مجموع الكينيتيك والبوتنشال بيديك حاجه اسمها انترنال انرجي. ماشي، ده مش موضوعنا دلوقتي، موضوعنا ان انا افكرك البوتنشال انرجي بتاع السوليدز بتبقى ماكسيمم. طب ايه يا مستر اللي يخلي البارتيكلز اصلا وبينها وبين بعضها عندهم بوتنشال انرجي؟ قلت لك الاتراكشن فورس بين البارتيكلز بينشا عنها بوتنشال انرجي. يعني لما سابوا بعض هيتحركوا ويبقى عندهم كينيتيك انرجي، بس عشان هم ماسكين في بعض وفي بينهم اتراكشن فورس، الاتراكشن فورس دي بتخزن نوع من الانرجي اللي هي البوتنشال انرجي. فلو الاتراكشن فورس عاليه يبقى البوتنشال انرجي عالي. في السوليدز هي عندها strongest attraction force فيبقى عندها highest potential energy، لكن البارتيكلز vibrate in their positions يعني little bit حركة صغيرة فالكينيتيك انرجي تبقى قليلة. فاللي عنده greatest potential energy وعنده lowest kinetic energy هي السوليد. الليكويد مودريت في كله، مودريت في البوتنشال انرجي ومودريت برضه في الكينيتيك انرجي. اما بقى الجازز لا، الجاز الاتراكشن فورس بين البارتيكلز فيري 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 ويك، فدي كده البوتنشال انرجي تبقى ليست بوتنشال انرجي، اقل واحده عندها بوتنشال انرجي هي الجاز. لكن البارتيكلز بتاع الجازز فايبريت فيري فاست، تتحرك يا باشا فيري فريلي بحريه تامه، وده يخلي عندها جريتست كينيتيك انرجي. فهنا بيقول لك الجريتست كينيتيك انرجي اوف الماتر بارتيكلز ان ذا جاز ستيت، لكن الليست كينيتيك انرجي هي السوليد ستيت. لك الانتر بارتيكل ديستانسز ار لارج از بوسيبل في الجاز ستيت برضو. تعالى برضه الم لك الايه الانتر بارتيكل سبيس دي، انا قلتها لكم مره بس مش مشكله، يلا التكرار بيعلم الشطار. الانتر بارتيكل ديستانس او الانتر بارتيكل سبيسز بتبقى large as possible very large يعني في الجاز ستيت، لكن هي بتبقى medium في الايه الليكويد ستيت، لكن بتبقى very small في السوليد ستيت. طب ده بيبقى بسبب ايه؟ ده due to الweak attraction force between the particles. الweak attraction force between the particles يبقى ليه في بينهم distances كبيرة؟ عشان الاتراكشن فورس between the particles ايه؟ قليل. from the factors affecting the melting and the boiling point، حاجتين بيأثروا على الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت افكرك بيه. اول حاجه قلت لك هي الاتموسفيريك بريشر، وقلت لك by increasing الاتموسفيريك بريشر البويلنج بوينت انكريز لكن الميلتنج بوينت ديكريز. واتموسفيريك بريشر نكمل، وعشان خاطر كده عملت حاجه اسمها البريشر كوكينج بوتس، دي بتعمل تراب للستيم وانت بتطبخ فتعمل انكريز للبريشر، فالبويلنج بوينت بتاع الووتر اللي جوه الحله انكريز، فالميه تغلي عن درجه حراره 105 مثلا درجه مئويه بدل ما هي بتغلي عن درجه حراره 100، وده يخلي الاكل يستوي بسرعه فيعمل ريديوس للتايم ريكوايرد فور كوكينج ذا فود، فاعمل كده سيف للايه للفيول، بدل ما انا حاطط الاكل على النار ساعه احط الاكل على النار ساعه الا تلت ساعه الا ربع، فانا كده ربع ساعه من غير نار وفرت فيهم الايه الغاز بولع بيه البوتاجاز. فدي اول حاجه افكت الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت الاتموسفيريك بريشر. باي انكريزنج الاتموسفيريك بريشر ازود الضغط الجوي، يعني انزل تحت. ما انا لو طلعت على الجبل من فوق بعمل ديكريز للاتموسفيريك بريشر فساعتها البويلنج بوينت ديكريز، لكن الميلتنج بوينت العكسي. حاجه كمان الامبيورتيز، الامبيورتيز دي اللي هي الشوايب زي مثلا الجلوكوز شوجر. لو انا حطيت 80 جرام 80 جرام اوف جلوكوز على 1 لتر اوف، يعني كده لتر الميه ده ما بقاش بيور، لا ده بقى فيه امبيورتيز اللي هي الجلوكوز شوجر مثلا. الامبيورتيز دي هتخلي البويلنج بوينت بتاع الووتر انكريز، ولو هما 80 جرام اوف جلوكوز شوجر محطوط على 1 لتر اوف ووتر هيخلي البويلنج بوينت بتاع الووتر انكريز 0.5 ديجري سليزيوس، يعني بدل ما الميه تغلي مثلا عن درجه حراره 100 تغلي عن درجه حراره ايه 100 ونص 100.5 ديجري سليزيوس. ليه؟ عشان في امبيورتيز، ولو الامبيورتيز كانت كميتها 80 جرام من الامبيورتيز مثلا جلوكوز شوجر على 1 لتر اوف ووتر، ال 80 جرام دول من الامبيورتيز هيخلي لتر الميه ده بدل ما يغلي عند 100 ديجري سليزيوس لا البويلنج بوينت بتاعته يعني هيغلي عند 100.5 ديجري. هيخلي بقى يا غالي هيخلي مثلا الميلتنج بوينت الثانيه العكس decreases by 1.86
ده بسبب ال 80 جرام من الجلوكوز شوجر اللي محطوطين على لتر الايه؟ لتر الميه. ال 80 جرام دول هيخلوا لتر الميه يغلي عن درجه حراره اعلى نص درجه مئويه، ولو هو تلج بقى طبعا الميلتنج بوينت بتاعته او حتى الفريزنج بوينت، ما الميلتنج بوينت والفريزنج بوينت هما نفس الحاجه، هي 0 ديجري سيلسيوس بالنسبه للوتر يعني، هتبقى decreases by 1.86 degree Celsius. طيب ال speed of drying clothes can be increased by. طيب drying clothes ده بيحصل نتيجة الايفابوريشن. الايفابوريشن بقى هيزيد بسبب حاجتين: increasing temperature increased by increasing temperature، ازود التمبريتشر، و increasing surface area or increasing surface area. surface area حلو جدا. بصوا يا جدعان، دلوقتي عشان يحصل دراينج للكلوزز لازم يحصل ايفابوريشن. طب عشان ازود الايفابوريشن معايا ثلاث حاجات تزود الايفابوريشن، واحده تقلله. الحاجات اللي هتعمل انكريز للايفابوريشن ريت هي انكريزنج التمبريتشر، ده هيسبب انكريزنج للايه؟ للايفابوريشن ريت. تاني حاجه انكريزنج السيرفيس اريا، زود مساحه السطح. تالت حاجه هي انكريزنج الاير كارنتس، تيارات الهواء. خلي بالك لو الهواء يعني الهواء عامل وفي هواء كتير في الشارع، برضه الهدوم هتنشف، لان انكريزنج الاير كارنت هيعمل انكريز للايفابوريشن ريت، فبالتالي الهدوم تنشف بسرعه. الحاجه الوحيده اللي بتعمل ديكريز للايفابوريشن ريت هي الهيوميديتي اللي موجوده في الاير، كميه الووتر فيبر يعني اللي موجوده فيه. طيب البيور ووتر بويلز ات، طبعا الميه الطبيعيه بتغلي عن درجه حراره 100 ديجري سليزيوس. از الاتموسفيريك بريشر انكريز، خلي بالك انا عملت انكريز للاتموسفيريك بريشر، يعني البويلنج بوينت هي كمان انكريز، فتبقى مور ذان 100. دي البويلنج بوينت بتاع الووتر، لان كل ما الاتموسفيريك بريشر انكريز كل ما البويلنج بوينت بتاع الووتر انكريز هي كمان، لكن الفريزنج بوينت او الميلتنج بوينت ديكريز، فتبقى ليس ذان 0 ديجريز. تاني عشان دي فيها لخبطه. لما الاتموسفيريك بريشر انكريز البويلنج بوينت انكريز، الميلتنج بوينت والفريزنج بوينت ديكريز. العكس، لو الاتموسفيريك بريشر ديكريز يبقى البويلنج بوينت ديكريز هي كمان، لكن الميلتنج بوينت والفريزنج بوينت انكريز. نفس القصه في الامبيوريتي، لو موجود امبيوريتيز في الووتر يبقى البويلنج بوينت بتاع الووتر انكريز، والميلتنج بوينت والفريزنج بوينت ايه؟ ديكريز. وقلت لك الامبيوريتيز مثلا لو كانت 80 جرام من الجلوكوز شوجر في 1 لتر اوف ووتر، يبقى البويلنج بوينت بتاع الووتر انكريز باي 0.5 ديجري سليزيوس، لكن الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت decreases by 1.86 degree Celsius. طيب نكمل. As we rise up above the surface of the earth، لما نرتفع لأعلى على سطح الأرض، الاتموسفيريك بريشر طبعا احنا عارفين انه decreases، لأن كمية الهواء اللي هتبقى فوق منك هتبقى قليلة، الضغط عليك هيبقى قليل لأن انت عمود الهواء فوقك قليل، فكده الاتموسفيريك بريشر decreases and the boiling point of the water becomes less than 100 degree سليزيوس. ليه يا مستر؟ لان الاتموسفيريك بريشر قل، فالميلتنج البويلنج بوينت هي كمان ايه؟ هتقل، فتبقى less than 100 degree سليزيوس. حتى الموضوع ده ليه قاعده، قلت لك كل باي increasing الهاي 300 متر التمبريتشر of the boiling point of the water decreases 1 degree Celsius. حتى كنا حالين عليها مسألة وبروبلم في اللي تشوز. طيب البريشر كوكر increase the rate of cooking food. increase the rate of cooking food، بتزود معدل طبخ الأكل by trapping steam أو الفيبر and increasing the pressure causing the water boil at higher temperature than in regular pots، وده يخلي الايه؟ الريت بتاع الكوكينج مثلا معدل الطبخ ومعدل الطهي يزيد، فالاكل يستوي بسرعه، فنعمل سيف للفيول. The node process reverse node process and freezing process. طب الفريزنج بروسيس دي ريفيرس للايه؟ عكس الفريزنج، عكس الميلتنج. اتبقى معايا مين ومين بقى؟ اتبقى معايا الايفابوريشن بروسيس ريفيرس تو الكوندنسيشن بروسيس. طيب as we go up الاتموسفيريك بريشر طبعا decrease، السؤال ده هنحلنا مره. as we go up الاتموسفيريك بريشر واحنا طالعين لفوق decreases، والبويلنج بوينت بتاع الووتر هتبقى less than 100 degree Celsius، لان كل ما الاتموسفيريك بريشر يقل كل ما البويلنج بوينت بتاع الووتر تقل. خلي بالكوا، يمكن سبحان الله السؤال ده اتكرر مرتين اهو.
عشان هو مهم جدا والله. ممكن خلينا انا اشرحه مرتين عشان هو مهم جدا برضه والله. كل ما اطلع لفوق يا شباب كل ما الاتموسفيريك بريشر يقل. لما الاتموسفيريك بريشر يقل البويلينج بوينت هي اللي تقل فتبقى ليس ذان 100 ديجري سيلسيوس. لكن فريزنج بوينت وبويلتنج بوينت لا دول انكريزز. خلاص بالله عليكم السؤال ده مهم جدا وده اتوقع انه يجي لك في الامتحان ان شاء الله نسبه كبيره يجي لك في الامتحان. وخلي بالك الامتحان طبعا هيجي لك فيه اسئله كومبليت وهيجي لك فيه تشوز وهيجي لك فيه جيف ريزون وهيجي لك فيه وات هابن وهيجي لك بقى فيه اسئله برضو كوريكت وساينتفك وهكذا. الشيت ده فيه تشوز وفيه كوريكت وفيه ساينتفك وفيه كومبليت بنحله وفيه جيف ريزون وفيه وات هابن وفيه كومبير في حاجات كتير جدا. ان شاء الله هنحل الشيت ده كله سوا مع بعض في خلال الحصتين اللي هي الحصه دي والحصه الجايه باذن الله. الاسئله اللي هتجي لك في الامتحان مش تخرج بره الشيت. خلاص نكمل يلا. طيب a change of matter not accompanied by formation of new substance. حاجه من يعني تشينج من الماتر مش بيصاحبه تكوين ماده جديده ده الفيزيكال تشينج. physical change of الماتر ده not accompanied by formation of new substance. whereas طبعا الكيميكال تشينج بقى هو اللي بريديوس new substance. chemical change. طيب نكمل. بيقول لك the greatest kinetic energy في الماتر particles in the kinetic energy اعظم في الجاز ستيت and the least kinetic energy في السوليد ستيت. دي لسه موضحينها برضه من شويه. during not to process temperature of the material remains constant. طبعا during melting and boiling process temperature of matter remains constant. ثانية واحدة بقى نتوقف هنا ونشرح حاجة كده. لما بحط مثلا حتة التلج على النار البيس اوف الايس الثيرمال انرجي بتاع السورس اوف الهيت اللي هو مثلا الفاير الثيرمال انرجي دي هتعمل انكريز للتمبريتشر بتاع الايس لحد ما توصل ل 0 ديجري سيلسيوس. عند ال 0 ديجري سيلسيوس التمبريتشر بتاع الايس بتبقى ستيل كونستانت. درجه حراره التلج بتفضل ثابته لمده محدده كده. ليه؟ لان الثيرمال انرجيز عند الميلتنج بوينت used to weaken the attraction force between البارتيكلز بتاع الايس. الحراره عند الميلتنج بوينت بتستخدم مش في انها يعني تعلي درجه الحراره عشان تعلي التمبريتشر، لا انها تكسر الاتراكشن فورس بين البارتيكل. بالتالي التمبريتشر تبقى ريمين كونستانت فور وايل لمده كده. وبعد كده الماده كلها خلاص تحول من سوليد ليكويد. خلاص كله حصل له ميلتنج تمام يعني الماده بقت ليكويد. تبدا الثيرمال انرجي بقى تعمل انكريز للتمبريتشر بتاع الليكويد لحد ما درجه الحراره تبقى 100 ديجري سيلسيوس يعني عند البويلنج بوينت بتاع الووتر. عند البويلنج بوينت بتاع الووتر يبدا يحصل بويلنج بروسيس فالتمبريتشر هنا ريمينز كونستانس برضه فور وايل. ليه يا مستر؟ لان التمبريتشر ساعتها مش يوزد مثلا او الثيرمال انرجي مش يوزد تو انكريز ذا تمبريتشر اوف ذا سبستانس، لا هي يوزد تو انكريز او يوزد تو ويكن ذا اتراكشن فورس بين الليكويد بارتيكلز. فعند البويلنج بروسيس التمبريتشر بتفضل كونستانس لان الثيرمال انرجي بتستخدم في انها بتضعف الاتراكشن فورس بين البارتيكلز weaken the attraction force between the particle not to increase the temperature of the substance. طيب مين السيستم اللي بيعمل اكستشينج للانرجي والماتر الاثنين مع بعض؟ قلت لك ده طبعا الاوبن سيستم هو اللي بيعمل اكستشينج للانرجي والماتر مع بعض. لكن الكلوزد سيستم بيعمل اكستشينج للانرجي فقط مش بيعمل اكستشينج للايه؟ للماتر. اكستشينج انرجي doesn't exchange الانرجي والماتر ده الايزوليتد. لكن السيستم اللي بيعمل اكستشينج للانرجي but not الماتر بيعمل اكستشينج الانرجي بس ده الكلوزد. طبعا دي مهمه جدا ودي تاني مره تقريبا نراجع عليها. طيب ايه هي السام اوف kinetic energy and the potential energy of all particles؟ دي الانترنال انرجي. internal energy هي السام اوف kinetic energy والبوتنشال انرجي يعني مجموع الكينيتيك والبوتنشال يديك الايه؟ الانترنال انرجي. طيب represent the degree of hotness or coldness of the system دي التمبريتشر طبعا temperature مقياس سخونة أو برودة السيستم. طيب a system is a part of universe that under study where change in energy and matter are observed. فالسيستم ده part of the universe جزء من الكون. under study بيحصل exchange في الانرجي وفي الماتر are observed. exchange في الانرجي and الماتر. طيب the system is divided into طبعا open system و closed system و isolated system. وضحت لكم الفرق بينهم من شويه. طبعا التكرار بيعلم الشطار. طيب التشينج not refer transfer energy from or to the system. exchange in energy change
in energy واللي بيحصل refer to transfer energy from or to the system. فده exchange of energy أو التمبريتشر، شرطة كده temperature يعني، لأن التمبريتشر هي temperature هي اللي بتحصل لها ترانسفير، يعني تتنقل من الايه السيستم للسراوندينج حوالين منه. السلت الساينتفك يلا بسرعه، مش تاخد في ايدينا غلوه، خلاص يا دوبك الساينتفك ان شاء الله نخلصه سهله برضه. يلا سمي الله كده وصحصح معايا. everything has mass and volume، دي طبعا الايه الماتر. A state of matter عندها definite shape و fixed volume، يعني الاتنين definite، الاتنين ثابتين، فدي solids. A state of matter has ability to spread and compress، يعني عندها compressionability، دي طبعا الجازز، وهي اللي كان spread بتنتشر، دي اللي هي الايه الجازز. خلي بالك انا في حاجه ممكن يكون ما جاتش في الشيت وما رجعتلكش عليها، الديفيوجنابيلتي دي هي ان البارتيكلز بتاع السبستانسز start to move from الهاي concentration لللو concentration. جزيئات المادة هتتحرك من المنطقة اللي عندها هاي concentration للمنطقة اللي عندها low concentration. فلو الأوضة بتاعتك مثلا فيها هاي concentration of carbon dioxide، لأن أنت قاعد فيها بتتنفس ومقفل carbon dioxide high concentration، هيبدأ لو فتحت الشباك بره في الشارع low concentration of carbon dioxide، فالكربون دايوكسيد هيتحرك تلقائي ويخرج بره الأوضة من خلال فتحة الشباك، عشان يتحرك من المنطقة اللي فيها هاي كونسنتريشن في كربون دايوكسيد للمنطقة اللي فيها لو كونسنتريشن في كربون دايوكسيد اللي هي بره في الشارع. طب كده الأكسجين أنا استهلكته، أنا استخدمت الأكسجين كتير في التنفس وأنا قاعد في الأوضة، فكده الكونسنتريشن بتاع الأكسجين بقت قليلة، لكن الكونسنتريشن بتاع الأكسجين بره في الشارع عالية، فتلاقي الأكسجين بيخش رباني لوحده من الشارع اللي جوه من خلال الفتحه بتاع الشباك، لان الكونسنتريشن بتاع الاكسجين بره عالي لكن الكونسنتريشن بتاع الاكسجين في الاوضه قليل، فيجي لك كميه من الاكسجين تخش في الاوضه عشان خاطر تبقى التركيز والكونسنتريشن جوه وبره زي بعضه، وهي دي الديفيوجن. لو حطيت نقطه مثلا من الكلر بتاع البرمنجانات في الووتر، طبعا اول نقطه الميه تبقى كونسنتريشن من البرمنجانات، طبعا تبدا البرمنجانات دي البارتيكلز بتاعتها تنتشر في الووتر بارتيكلز بكميات كبيره او بسرعه كبيره ولا ايه عذرا، فكده حصل ديفيوجن للايه للبرمنجانات في الووتر بتوين الووتر بارتيكلز يعني. خلاص جزء الديفيوجن ده تقريبا ما كانش جه عليه اسئله، فانا فكرتك بيه برضه. طيب الستيت اوف الماتر اللي عندها فيكسد فوليوم لكن فاري ان شيب، يعني دونت هاف فيكسد شيب، هي طبعا الايه الليكويد، لانها عندها فيكسد فوليوم لكنها تيك ذا شيب اوف ذا كونتينر. الثيوري ذات اكسبلين البيهيفير والبروبرتي بتاع الماتر دي جميله جدا وكنا شرحناها، مين فاكر؟ ها انهي ثيوري بالظبط؟ البارتيكل ثيوري اوف ذا ماتر، اي ماتر بتتكون من بارتيكل، يبقى الثيوري دي ايه؟ البارتيكل ثيوري اوف ذا ماتر. طيب فالثيوري ذات اكسبلين البيهيفير والبروبرتيز بتاع الماتر دي البارتيكل ثيوري اوف الماتر. جميل جدا. طيب الموفمنت اوف البارتيكل اوف ماتر ان فلويدز از راندوم ان اول دايركشن، دي انهي موشن بقى؟ بتبدا بحرف البي، فاكرينها؟ براونيان موشن. ايوه براونيان موشن. البراونيان موشن بتقول مثلا ان لو في بارتيكل للبولين، بولين جرين دي اللي هي حبوب اللقاح او الداست الغبار، دي طبعا سسبندد في الاير بارتيكل او في الووتر بارتيكل. الووتر بارتيكل والاير بارتيكل ان كونتينيوس موشن، في حاله حركه مستمره، فعمالين يعملوا كوليجن للايه للداست بارتيكل او للايه البولين بارتيكل، فتبدا ان البولين والداست يتحركوا ويعني يمشوا كده بحركه عشوائيه حسب حركه الايه الفلويد اللي هم موجودين فيه، سواء بقى كان الجاز او الووتر لو هم موجودين في الووتر، فدي طبعا الايه البراونيان موشن. براونيان موشن. شاطر يا فارس. طيب الستيت اوف الماتر that occur when gases are ionized into positively and negatively charged ions، دي اللي هي بقى الايه الفورس ستيت اوف البلازما. طيب البلازما ستيت دي موجوده فين يا شباب؟ موجوده فين في اليونيفرس؟ لسه حالين السؤال ده من شويه. ستارز. الستارز او النابوليا دي، النبيولا او الستارز، او حتى في الارورا. الارورا دي اللي هي البولار ارورا، اللي هو الضوء اللي بيبقى موجود عند البولار ريجنز، تمام، او حتى في اللايتنينج برضه عباره عن بلازما. نكمل. طيب التشينج اوف ماتر من السوليد ستيت للجاز ستيت دايركت، لسه قايلينها والله النهارده، لسه قايلينها كذا مره. ها سبليميشن. يا جدعان كده كويس. سبليميشن. طيب لو قال لك
من جاز لسوليد دايركت، دي تبقى ايه برضه لسه قايلينها النهارده؟ الله يفتح عليكم، شاطرين جدا. يبقى هي تحت ايه كمان؟ change of matter from gas state to solid state، دي اللي هي الديبوزيشن. طب مين شاطر يلا برضه يفكرني؟ قلنا والله اكزامبلز كتير على الديبوزيشن على السبليميشن. عايز اكزامبل على الديبوزيشن. ها، من ايه لايه؟ ايودين الايودين جاز يتحول لسوليد ايودين، دي برضه ديبوزيشن. شاطر يا كريم. وبرضه في نفس الوقت الفروست اللي بيتكون على اللي هي المحاصيل اللي هي الكروبس. طب الكوفي دي سولف ان ووتر فاستر ذان ريجولار كوفي. ها، انهي نوع الكوفي ده اسمه ايه؟ اسمه ايه الكوفي ده؟ انستنت انستنت كوفي، اللي هو النسكافيه يعني. انستنت. برافو عليكم، شاطرين جدا. انستنت كوفي، برافو. طيب بوت كوكس فود فاستر بيكوز التراب ستيم انسايد، ديت لسه قايلينها والله. اسمها ايه؟ بريشر كوكر. بريشر كوكر. برافو عليكم. بريشر كوكر. ماشي. بوتس. تمام جدا. التمبريتشر ات ويتش الماتر تشينج من السوليد لليكويد، دي والله لو جبت اقسم بالله 1 في 5 ازاي هيجيبها. ها، من سوليد لليكويد. تمام كويس. عايزين بسرعه وكله في صوت واحد. يلا خلاص قربنا هانت اهي. طيب ترانسفورميشن اوف الماتر من السوليد للليكويد باي ريزنج تمبريتشر. الماده هتتحول من سوليد لليكويد، من سوليد لليكويد. ميلتنج بس تاني هنا اقول، المفروض اقول هنا التمبريتشر، يبقى اقول ميلتنج بوينت. هنا ما قال لي ترانسفورميشن تحول الماده، يبقى دي على طول ميلتنج بس. يبقى تخلي بالك من الفرق بين ميلتنج وميلتنج بوينت. لو قال لك التمبريتشر ات ويتش الماتر تشينج من السوليد للليكويد، ميلتنج بوينت. لو قال لك ترانسفورميشن اوف ماتر فروم سوليد ستيت لليكويد ستيت باي ريزنج تمبريتشر، دي ميلتنج بس. تحول الماده من سوليد لليكويد دي ميلتنج. لكن درجه الحراره اللي الماده تبدا تتحول من السوليد للليكويد، دي ميلتنج بوينت. طيب الترانسفورميشن اوف الماتر من الجازيوس ستيت للليكويد ستيت، من جاز لليكويد طبعا دي، من جاز لليكويد طبعا دي اللي هي الكوندنسيشن. طيب الامount of heat required to raise a temperature of 1 kilogram of matter by 1 degrees Celsius، دي السبيسيفيك هيت. سبيسيفيك هيت، وقلنا ان الووتر هي اللي عندها higher specific heat، اعلى specific heat. طيب السيستم in which there is no exchange لا في الانرجي and the matter with surrounding medium، مش بيحصل exchange لا في الانرجي ولا في الماتر، ده الايزوليتد سيستم طبعا. isolated. طيب a liquid used in cooling due to high specific heat. liquid used in cooling due to high specific heat طبعا هي الووتر، هي اللي بتستخدم في التبريد وعندها high specific heat. Any part of universe subjected to study and observation of changes energy and matter، طبعا ده اللي هو الايه السيستم. هو part من اليونيفرس under study بيحصل exchange في الانرجي في الماتر. Consider measure of average kinetic energy of particles in the system، دي قلت لك دي التمبريتشر. التمبريتشر هي measure للافريج kinetic energy of a particle. System in which there is exchange في الماتر والانرجي الاثنين مع بعض، يبقى ده الاوبن سيستم. open system. جميل جدا. System in which there is exchange of energy without matter، يعني بيحصل exchange للانرجي بس لكن الماتر doesn't exchange، طبعا ده الكلوزد سيستم.